وليه دايما في ابتسامه على وشك وانت قاعد على القهوه لما تسمع صوتها جاي من بعيد قوي، مع ان في البيت ممكن ما تسمعهاش بس تحب قوي صوتها وهو من بعيد كده وانت على القهوه؟ فليه بقى ام كلثوم تايمليس بهذا الشكل، عابره للازمان؟ ازاي مطربه كلاسيكيه في ستينيات القرن الماضي تجمع بين العرب حوالين الراديو وتتشرط على باريس؟ ام كلثوم اتعودت انها تتفاعل مع الجمهور بحميميه، وده خلاها عزيزي تعرف تلقط مزاجهم بسهوله، وبالتالي ارتجالها يوصل السماء، وجنب الارتجال تظهر الاعاده. لما الجمهور يحب مقطع معين يطلب من المنشد انه يعيده، وطبعا انا وانت وكل الوطن العربي تقريبا عارف ان الست بتموت في الاعادات. تلاقيهم ما شاء الله يا حبايبي متنومين مغناطيسيا، قاعدين عمالين يترقبوا المقطع اللي جاي هيختلف ازاي، هل هتقول مقطع جديد ولا هتعيد تاني، ولو هتعيد تاني هتقولها ازاي؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، كل شويه بيبعد. وزي ما تقول كده يا عزيزي تفاعل الجمهور بيخليه شريك في تأليف الأنشودة، فالجمهور بيحل معايا. عشان كده يا عزيزي في فرق ان انت تسمع ام كلثوم في الراديو وان انت تحضر الحفله لايف.